أن هذا الملف لن يفتح لأغراض تتعلق بالوطن. هناك مئات القضايا بها تبديد أموال مليارات الدولارات، والسيد طلال الزوبعي يفتحها أو يستدعي من يريد ويقبض سواء في دبي أو في الأردن ويغلقها. وما لا يسر ربما البعض إن الذي يصر على بقاء طلال الزوبعي رئيسا للجنة هم التحالف الوطني، أعضاء التحالف الوطني في لجنة النزاهة، لأن التحالف الوطني إذا فتحت الملفات مال الوزراء والفساد فأغلبها طبعا مو بس التحالف، يعني كل الطبقة السياسية متورطة في هذا الأمر. يعني فهم يعتقدون أن طلال يعني أكو هذا طلال الآن مستسلم، أسوي لك ايش ما تريد، والآن دا يساومني إلي أنا مشعل الجبوري. الجو يستبدل لو ما يستبدل برأيك؟ إذا ما يستبدل فأكو غلط، أكو غلط يعني العراق ما تصير لشارع. وأنا شو تشوف الجو أنت؟ أنا شو ما الجو؟ أدري. أنا اليوم ستشتغل وحدك أنت بصراحة أشتغل وحدي مع الأسف، وكل ملفات يفتحها وحدي. وأنا منذ ذلك الوقت من بدأ طلال الزوبعي يتورط بالفساد لا أدخل لجنة النزاهة، وأنا عضو في لجنة النزاهة، ما أروح عليها، أستحي أنضم إلى مجموعة يرأسها طلال الزوبعي. ولكن اليوم صادفت مع زملاء ما راح أقول أسمائهم من لجنة النزاهة في البرلمان، وقلت لهم أرجوكم أن تحترموا جمهوركم وتشيلوا طلال الزوبعي وتجيبوا من كان. أنا ما أقول أريد أصير أنا مشعل الجبوري، أنا أقول جيبوا إنسان نقدر نراهن عليه على أنه يفتح الملفات مال العالم. قالوا لي ما راح نجيبه وسيبقى طلال الزوبعي تريدون أو ما تريدون، بهالوضوح. منين؟ من أي كتلة؟ من دولة القانون. زين. اليوم. فأنا أقول لك الآن بصراحة، وأقول للجمهور، وأقول للأخ رئيس دولة القانون، وأقول للناخبين اللي جماعتهم البارحة طلع نائب قاضي يتحدث عن نزاهة طلال الزوبعي، نائب وقاضي سابق من السماوة، ما أريد أقول اسمه. أنا أتمنى على الجمهور، ولابس أبيض وبس هو بس ما أقدر أقول. أنا أتمنى على الجمهور زين أن يضغط على نوابه، لأن إطاحة إبقاء طلال الزوبعي معناه نحن لا نمضي في مكافحة الفساد، لا نساعد على مكافحة الفساد. الفساد مهيمن على كل مفردات الدولة.